السلام عليكم، شلونكم يا عائلة الأكابر؟ يا رب دائما تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وبأحلى أكلة متبل على الطريقة الحلبية. بس قبل ما نبلش لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. واليوم أكلتنا بدون فرن على الغاز. خلونا نبلش. مثل ما يكون شايفين عندي باذنجان، راح أبلش أبخش الباذنجان بهالشكل مثل ما يكون شايفين. وهلا حطيتهم على الغاز بهالشكل مثل ما يكون شايفين. بلش يعطيني استواء بسيط، هيك كونوا استووا معي، وهيك كون اخذت الشكل اللي بدي اياه مثل ما يكون شايفينه بهالشكل. هلا راح اغسله بالمي واقشره وارجع لكم. ورجعت لكم من جديد، وهلا مثل ما يكون شايفين هذا المنظر معي. هلا مثل ما يكون شايفين عندي لبن وملح، عندي فليفلة حمراء ناعمة وكمون وتوم وطحينة وآلة الزينة ليمون وبندورة وفليفلة خضراء. وهلا بنتقل لتفريم الباذنجان مثل ما يكون شايفين. عم بفرمه بهالشكل، طبعا بنعمه ما بخشنه كتير مثل ما يكون شايفين. هلا بضيف اللبن بصحن صغير مثل ما يكون شايفين، وبضيف فوق الطحينة وبحركهم مع بعضهم بهالشكل مثل ما يكون شايفين حتى اخذ القوام المطلوب. هلا عصرت فوق الليمون، راح احركهم منيح واضيف ابلش كاسة مي. اضيف شوي شوي مي، ما راح اضيفها كلها منشان ما تغربل عندي. راح اضيف شوي شوي. وهلا راح اضيف فوق الثوم واحركهم منيح مثل ما يكون شايفين بهالشكل. هلا راح اضيف فوقن الملح والفليفله والكمون واحركهم كمان منيح. وهيك بتكون صارت عندي الطحينة مع اللبن جاهزة. هلا اول شغلة راح انزل الباذنجان بصحن مثل ما يكون شايفين بهالشكل، وانزل فوقن الطحينة واللبن مع الخلطة اللي عملناها بهالشكل. وراح احركهم مع بعضهم. هيك تكون صارت عندي جاهزة. وهلا راح انتقل لطريقة التزيين. مثل ما يكون شايفين راح ازين بالكمون والفليفلة الحمراء والبندورة والفليفلة الخضراء والبقدونس. مثل ما يكون شايفين بهالشكل. هلا بقدونس ما راح اكتر كتير، راح احط بس بالنص مثل ما يكون شايفين. راح احط فليفلة وبندورة.
وهلا مثل ما يكون شايفين هلا خلصت تزيين وبرش فوق الزيت الحلو بهالشكل مثل ما يكون شايفين. صار بدها وحده الله يبارك له على النظامي مثل ما يكون شايفين. لا تنسوا تعطوني رأيكم بهالصحن، واذا عجبكم الفيديو دعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.